الحقيقة كان في موقف غريب شوية كده حصل معانا. رحمة الله عليه الأستاذ أحمد الجزيري عمل الجزء الأولاني، فقعدنا نفكر مين. فريس الأمر على الأستاذ عبد المنعم إبراهيم عشان يكمل أبو زينب في الجزء الثاني. الأستاذ عبد المنعم إبراهيم جه وصور يوم يومين 3 4. كنا في استوديو 10 في التلفزيون، ده من أكبر استوديوهات الشرق الأوسط عموما. ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، قال لي الدور ده كان في الجزء الاولاني. ما حدش رد عليه. يا ولاد الدور ده كان في الجزء الاولاني. المهم ان احد الزملاء يعني تبرع، قال له ده كان في الجزء الاولاني. قال طب مين اللي كان بيعمله؟ الاستاذ الجزيري. ما تصوريش الاستاذ عبد المنعم ابراهيم قعد يعيط قد ايه ان هو بيكمل بدل زميله. شهد الدموع طبعا من الأعمال اللي هي ناقشت قضايا كتيرة. كان طبعا الأستاذة عفاف شعيب كانت هي الأم المكافحة اللي بتربي ولادها وكده، وكان الأستاذ يوسف شعبان ومحمود الجندي ومجموعة كبيرة بقى، خالد زكي ومجموعة فنانين كتار يعني في العمل طبعا. فشهد الدموع من الأعمال اللي هي بداية الأعمال الاجتماعية اللي هي بتقدم دراما من جزئين. يعني قبل كده كان مسلسلات في التلفزيون 13 حلقة سباعية كده، لكن أما بدأ القطاع الخاص بدأ ينتج، بقت المسلسلات اللي هي 30 حلقة. في الحقيقة القلم اللي أنا اديته لخالد زكي حبيبي، يعني خالد احنا زملاء وفي معهد واحد، ويمكن أنا بس اتخرجت قبله بسنة تقريبا أو كنا مع بعض، مش فاكرة في الحقيقة، ولكن كان عامل ابني. وجي المشهد أنا عمالة أقراه، فبقول للأستاذ إسماعيل هو أنا هضربه؟ قال لي اضربيه. قلت له بجد؟ قال لي وقلم عايز أسمع صوته. قلت له أستاذ إسماعيل يعني قال لي مدام عفاف انت فنانه ولازم تقدري المشهد والموقف فخدها بهزار وانا خدتها بهزار، وقلت اما جه المشهد يتعمل في الحقيقه لقيت نفسي فعلا بضربه. هو محتاج كده، بيقول انا ما يبقاش تربيه ست. قلت له بتقول على امك تربيه ست يا مش عارفه فين، والقلم فعلا اترزع على وشه. وخالد يا حبيبي 3 أيام ضرسه بيوجعه، يعني 3 أيام ضرسه وارم من الألم. قلت له ايه ده انت بسكوتايه بقى ولا ايه؟ يعني ده حته ألم، بس انا بقيت متأزمه وزعلانه جدا عشانه، ولكن فعلا كان ألم حقيقي. وهو ما زعلش، بالعكس هو كان متعاون جدا، يقول لي لا المشهد محتاج كده. دي بقى ميزه الجيل بتاعنا، ان هو كان بيعمل كل حاجه طبيعيه، كل حاجه حقيقيه. مفيش ممثل يقول لك لا انا ما اتضربش، مفيش ممثل يقول لك لا ما حدش يلمسني، مفيش حد ضربني بالقلم. يعني ايه ده؟ تمثيل. فكان في الحقيقه تحمل الالم وتحمل الالم والحمد لله برضو من الحاجات اللي حلوه في المسلسل. فالحقيقه انا بقول من اجمل مسلسلات الدراما المصريه، وسيظل باغاني التترات وبالموسيقى التصويريه حاجه كده برضو ما بتتعوضش. يعني انت ممكن اللحظه دي تغمضي عينيكي وتشغلي التتر البدايه او النهايه عشان تسمعي يعني الاغاني وتشوفي قد ايه ابدع كل صناع هذا العمل في تقديم ملحمه الشهد والدموع. وهبقى حزينه جدا 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 لو قالوا لي ان هم هيعملوا جزء جديد منها. يعني انا سامعه الايام دي في كلام، لان يا جماعه والله يعني هو اسامه انور عكاشه واحد، فانا هجيب مين هيكتب؟ والكتابه مش حدوته زينب ودولت وخناقه زينب ودولت او حافظ وشوقي، لا المساله ليها ابعاد اخرى كثيره جدا. كاتب يعني صاغها كاتب بثقل، لان ده اسامه انور عكاشه لم يكن مجرد كاتب، او مثقف يعني اقدر اقول مثقف من طراز رفيع، قاري ادب، قاري سياسه، فاهم مزيكا، فعشان كده المساله مختلفه جدا. هو الشهد والدموع طبعا عم اسماعيل هو كان فيه تناغم في التأليف من الأستاذ أسامة أنور عكاشة ومن الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ. هم كانوا دفعة واحدة في كلية الآداب، فكانوا أصدقاء قبل ما يبقى مؤلف وقبل ما يبقى مخرج، وكانوا ساكنين جنب بعض. الأستاذ أسامة كان ساكن في الجيزة والأستاذ إسماعيل كان ساكن في الجيزة. إن أنا كنت ساكن كان برضك في الجيزة أيامها، وكنت يعني قريب من الأستاذ إسماعيل ومن الأستاذ أسامة يعني، وأنا كنت أيامها لسه
شاب صغير يعني. فكانوا بافكارهم يعني، كان الاستاذ اسامه يعرض الفكره على الاستاذ اسماعيل، والاستاذ اسماعيل يتحمس ليها، ومع بعضهم يبتدوا الموضوع يطلع للنور. الشهد والدموع، لو اتكلمنا عن المسلسل ورجعنا لورا، انا افتكر المسلسل ده ما كان بيتعرض انا كنت طفله، يعني في الوقت ده افتكر كويس قوي الساعه 7 ما كانش بيبقى فيه بني ادم في الشارع ده، يعني الحقيقه ما كانش فيه فعلا بمعنى الكلمه، ما كانش بيبقى فيه بني ادم في الشارع. وفاكره كويس قوي الواقع في اخر حلقه كان هيباع المسلسل، النور قطع. احنا من قريه، وقريتنا النور طبعا انت عارفه في الوقت ده عرض المسلسل كان النور ممكن فترات طويله جدا بيتقطع النور. فاكره كويس ان في، يعني انا بكيت، يعني انا وغيري، ان احنا ما عرفناش ايه اللي هيحصل، زينب هيحصل لها ايه، ودولت والاحداث دي كلها. فالتلفزيون المصري وصلت له جوابات كتيره جدا، انت فاكره طبعا فكره البريد والجوابات، ان بضروره اعاده الحلقه، ففعلا عادوا الحلقه مره تانية. اللي بقوله هنا ده معناه ايه؟ بيعكس حاله من النجاح الفريد في تاريخ الدراما المصريه. رحنا عجمان، المفروض نقعد شهر نصور ال 22 حلقة. من كتر ما الأستاذ اسماعيل عبد الحافظ بيجود في الشغل بتاعه، فخد وقت في التصوير. فجه المنتج في الحقيقة بيقول لي يا أستاذة، يعني أنا عايز أسألك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي ينفع المسلسل ده نعمله جزئين؟ قلت له ينفع قوي، ينفع. انا بقى خلاص اتخنقت وعايزه انزل مصر، رغم اني مستمتعه بالعمل وبالمجموعه بتاعه المسلسل. قلت له ينفع. قال لي يعني متاكده؟ قلت له لغايه ما هي بتقول لها دولة بتقول لها طب لما نشوف ولاد مين احسن، ولاد زينب ولا ولاد دولة؟ قالت لها نشوف ونقفل كده. قال لي بجد؟ قلت له بجد. وفعلا عمل كده. جينا طبعا اتعرض الجزء الاول في مصر وفي الدول العربية، ونجح نجاح غير عادي. فطبعا التلفزيون المصري قال لك لا، احنا بقى اللي نكمل المسلسل. وفعلا التلفزيون المصري كمله، وده كان شيء جميل وشيء عظيم، واتعمل حلو قوي. الحقيقة كان في موقف غريب شوية كده حصل معانا. رحمة الله عليه الأستاذ أحمد الجزيري عمل الجزء الأولاني، فقعدنا نفكر مين فريس الأمر على الأستاذ عبد المنعم إبراهيم عشان يكمل أبو زينب في الجزء الثاني. الأستاذ عبد المنعم إبراهيم جه وصور يوم، يومين، 3، 4. كنا في استوديو 10 في التلفزيون، ده من أكبر استوديوهات الشرق الأوسط عموما. 3 يوم، 4 يوم، 5 يوم. قال لي الدور ده كان في الجزء الاولاني. ما حدش رد عليه. يا ولاد الدور ده كان في الجزء الاولاني. المهم ان احد الزملاء يعني تبرع، قال له ده كان في الجزء الاولاني. قال طب مين اللي كان بيعمله؟ الاستاذ الجزيري. ما تصوريش الاستاذ عبد المنعم ابراهيم قعد يعيط قد ايه ان هو بيكمل بدل زميله. الشهد والدموع طبعا من الأعمال اللي هي ناقشت قضايا كتيرة. كان طبعا الأستاذة عفاف شعيب كانت هي الأم المكافحة اللي بتربي ولادها وكده، وكان الأستاذ يوسف شعبان ومحمود الجندي ومجموعة كبيرة بقى، خالد زكي ومجموعة فنانين كتار يعني في العمل طبعا. فالشهد والدموع من الأعمال اللي هي بداية الأعمال الاجتماعية اللي هي بتقدم دراما من جزئين. يعني قبل كده كان المسلسلات في التلفزيون 13 حلقة سباعية كده، لكن أما بدأ القطاع الخاص بدأ ينتج، بقت المسلسلات اللي هي 30 حلقة.